بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم حبيت نتكلم على عيد الحب بمناسبة عيد الحب، ونقول لكم ما هي قصة عيد الحب. تقول الحكاية أن ملك روما اللي كان في القرن الثالث الميلادي منع الزواج لمدة سنة، منع الزواج في الإمبراطورية لمدة سنة، حتى لأن شباب الإمبراطورية عزفوا عن الخدمة الوطنية، فهو منعهم من الزواج حتى يوجههم إلى الخدمة الوطنية. وكان في ذلك الوقت قديس عامل بالكنيسة الكاثوليكية يسمى فالنتين. هذا القديس خالف أوامر الملك الروماني أو الإمبراطور الروماني، وكان يأخذ الشباب ويزوجهم في الخفاء. فلما علم الملك بحكايته أمر بالقبض عليه، ثم أعدم شنقا أمام الملأ. ومنذ ذلك التاريخ الذي أعدم فيه القديس فالنتين، والعالم يحتفل بهذه المناسبة اللي هي عيد الحب، اللي يروح الناس فيها إلى المتاجر ويشترون الألعاب، خاصة الدب مشهور في هذه المناسبة، والزهور والشوكولاتة. كل واحد يهديها إلى الإنسان الذي يحبه، وعادة إلى الرجل يهديها إلى المرأة سواء كانت زوجته أو حبيبته على حسب. وبالتالي في النهاية هذه هي أيها الإخوة، هذه مناسبة دينية مسيحية محضة، لا علاقة لها بنا نحن كمسلمين. وقد صدق الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال فيما معنى الحديث: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع. قالوا يا رسول الله اليهود والنصارى؟ قال ومن؟ صدق الرسول صلى الله عليه وسلم.